الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا الله سبحانه وتعالى اكرمنا وجيت على اسطنبول في رحلة علاج، فالله سبحانه وتعالى اكرمني وقابلت اخويا زكريا. اخونا زكريا مسيحي، والان الحمد لله رب العالمين دخل الاسلام، صلى معنا الجمعة، وبعد صلاة الجمعة اعتنق الاسلام. حابين بس نسمع من اخونا هيك زكريا يعني كيف الله سبحانه وتعالى شرح صدره للاسلام بالمختصر ان شاء الله باذن الله. تفضل يا شيخ. والله انا جيت لهون على تركيا لسبب العلاج، يعني بسبب علاج اسناني. فاللي حصل انه انا جيت بتاريخ 8 شهر على ميدان السلطان احمد، فدخلت الحمامات وطلعت. لما طلعت بعد 5 دقائق انا تذكرت اني انا معلق شنطايتي بالحمامات، رجعت عليها ما لقيتها، لا لقيت الشنطه ولا لقيت شيء. سرقت؟ فيها التلفون وجوازي وكل شيء عني. تمام. فيوم يوم الاحد يوم 9 الشهر رحت على تقسيم على الكنيسه، دخلت على الكنيسه قابلت القس، كلمته انه انا هيك صار معي وما املك اي شيء يعني، فرفضوا مساعدتي بشكل كامل. رفضوا مساعدتك؟ نعم. مع انه انت وضحت لهم ان انت مسيحي نعم انا مسيحي من القدس الشرقيه، من القدس القديمه، من كنيسه القيامه، مسيحي ارثوذكسي. نعم. فالاحد بنفس النهار اجيت بالليل في هون هذا الجامع صغير هون، دخلت عليه كانت صلاه مغرب، فكنت بطلع عليهم انه كيف يصلوا. فخلصوا الصلاه طلعوا، اجى الشاب جلس جنبي قال لي السلام عليكم، قلت له اهلين. قال يا اخي تحيه الاسلام هي وعليكم السلام. قلت له انا ماني مسلم انا مسيحي. فقال لي طيب ممكن نقعد انا وانت برا بالكافيه او كذا، وهي 5 دقائق. يعني انا بصراحه اول شيء خفت، لانه انا بعرف انه المسلمين ارهابيه وانه المسلمين وكمان سعودي يعني وهابي. سبحان الله. فالمهم طلعت قعدت انا وياه في هون كافيه اسمه نادو، جلس يحدثني عن الاسلام وعن العمر وعن الصحابه وعن هذاك، ولكن انا كلامه كان يدخل من هون يخرج من هون. كلامه كان يدخل من هون يخرج من هون، انا كان بدي اياه انه يقوم مني. سبحان الله. انه ما بكره شيء اسمه مسلمين. انت كنت تكره شيء؟ مسلمين. تمام. فبعد ما خلصنا قال لي شو اللي صاير معك؟ هو سألني شو صاير معك؟ قلت له انا قصد 1 2 3 ضيعت حقيبتي وهيك صار فيه. فقال لي بسيطه. قلت له شو هو البسيط يعني؟ انا عم اقول لك راحت حقيبتي واحد كل شيء فيني وتقول لي بسيطه. قال لي بسيطه. فاخذني الزلمه على اوتيل اللي انا اول ما نزلت فيه، كمل لي حجز، دفع 3 ايام. الله اكبر. 1500 ليره. ما تعرفوا هذا الشاب؟ ما بعرفه. رجع اعطاني النوت 1500، قال لي خليها بجيبك مصروف. ما شاء الله. فقال لي تلفونك راح؟ قلت له نعم. فقال لي بكره الساعه 5 المساء بين 5 و6 اشوفك بنفس الجامع اللي شفتك فيه. فالزلمه ثاني رحت انا على بالاوتيل قعدت. فبالليل صرت افكر اقول انه يعني كيف مسلم يساعد مسيحي؟ وانا سالته هذا السؤال، قلت له انت مسلم انا مسيحي. شو قال لك؟ قال لي والله شوف انت كنت مسيحي ولا مسلم ولا شو ما كنت، هاي بينك وبين ربك. انا ربي امرني اني بساعد المحتاج، وهاي انا ربي ساعدتك فقط، ما له علاقه بديانتك. فبالليل قلت يا رب اذا كان الاسلام دين اعطيني علامه. ما شاء الله. فوالله نمت، جاني شخص بالمنام لحيه سوداء، يلبس عمامه خضراء ضخم. ما شاء الله. فقال لي يا زكريا الله واحد. الله واحد. الله واحد. الله. والله 3 مرات. لما فقت من النوم، كيف لما انت تدخل على الحمام وتصب على حالك جسمك كله مي، انا فتحت يا الله. جسمي عاري بصب عرق مو طبيعي. فاستنيت لثاني يوم، اجى هذا الشخص فعلا، اجى على الموعد، جاب لي هذا التلفون. ما شاء الله. بدون مقابل؟ بدون مقابل بدون كل شيء. قال لي انا عندي تلفونين، ولكن هذا عندي تلفون وهذا تلفون. قال لي انا فرمت لك اياه وكل شيء، وهذا الشاحن معه، وحطيت لك فيه سيم الكارت. والله العظيم. فقال لي ولكن هو ما هو التلفون الفخم. فقلت له يا اخي
الحمد لله الله يجزيك الخير. فالحمد لله ظليت على تواصل مع هذا الشخص وصار يحدثني، فكمان جاب لي كتب قصص القرآن، رياض الصالحين، السيرة النبوية، حياة عمر عن السنة النبوية. فجاب لي كتب قال لي اقرأ شوف يعني إذا بدك تفكر بعقلك تشوف الإسلام دين حق ولا لا. فالحمد لله اليوم 21 الشهر، يوم الجمعة، بالجامع السلطان أحمد بعد الصلاة الجمعة 21/7 طبعا 2023. الحمد لله نطقت الشهادة ما شاء الله. الحمد لله. بس بدي أسألك أنا سؤال، إيش شعورك الآن أول ما يعني قلت أشهد أن لا إله إلا يعني الله وأشهد أن محمد؟ كيف إنك أنت تكون حيط يعني طير أو عصفور أو شيء بقفص، فأنت فتحت له طار. الله أكبر. أنا نفس العملية. أنا كنت 38 سنة عمري، أنا متولد 15/1/85. 38 سنة عمري، حياتي ما حسيت بالراحة النفسية اللي الله أنا أكبر. فيها. الله أكبر. عايش بكآبة، بخنقة، مع انه كل شيء متوفر، مع انه متوفر الخمره، متوفر الخمرة، النساء، البنات، متوفر الكبريهات، الكله، ولكن تفضل عندك خنقة. يا الله. أنا اليوم بعد الشهادة حسيت إنه راحة نفسية عمري ما حسيت. سبحان الله. اسال الله ان الله يشرح صدرك للاسلام كمان وكمان. طيب ايش نصيحتك يعني للي بيشوف الفيديو هذا؟ والله النصيحة إنه يفكرون، لا يأخذون الكلام القسيسين ولا الرهبان ولا وعلى فكرة أنا راح أقول شغلة، القسيسين ولا الرهبان هاي يعرفون حق اليقين إنه محمد رسول وإنه الإسلام حق، ولكن الكبر إحنا اللي يمنعنا. الله أكبر. اللي عملنا هو الكبر. شو كانوا يدرسوكم عن الإسلام؟ كانوا يدرسونا إنه المسلمين إرهابيين، إن المسلمين يقتلون، إن المسلمين يذبحون. قلت لي أنت تعفل وجههم في التراب. إنه 5 مرات يمرغون وجوههم في التراب، إنه يسجدون لصندوق أسود. لا حول ولا قوة. لكن للأسف يعني الآن شعورك لما سجدت لله تو في أول صلاة لك في صلاة الجمعة؟ يعني الشعور ما فيك توصفه. سبحان الله. ما فيك توصفه. وأنا والله وهلا بحكيها إنه والله لو أملك 100 روح باللحظة هاي والله أقدمها في سبيل إظهار حقيقة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله يعني دين حق. سبحان الله. ساعات قليلة يقدم روحه في سبيل الله، في سبيل انه يظهر انه الاسلام دين حق. هذا شيء والله يعني طيب. الله يبارك فيك شيخ زكريا. اسال الله ان الله سبحانه وتعالى يعني يعوضك عوض خير على اللي فقدته هيك. لا انت فقدت مال لكن وجدت اسلام، وهذه نعمه كبيره يعني من الله. بعد ما اسلمت انا هلا كنت جالس معكم اكل وانا اكل معك، انا راح فكري لشغله، قلت سبحان الله يعني ربي جابني لهالمكان هذا مشان اضيع الحقيبه، مشان اروح على الكنيسه ما تساعدني، مشان ارجع على المسجد، مشان يلتقي بهذا الشخص ليكون هذا الشخص هو السبب. ما شاء الله. يعني احنا بنوصل سلامنا له الشخص هذا الشاب السعودي، الله يتقبل منه ان شاء الله، يكون ان شاء الله في ميزان حسناته. وانت اخونا واحنا بنفتخر فيك وبنفتخر في امثالك والله في دين الاسلام. اسال الله ان الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال ان شاء الله. وبارك الله فيك.